السلام عليكم، يعطيكم العافية. امبارح سويت عجينة جدا طيبة تبارك الرحمن. أمي كانت تسوي لنا إياها الله يرحمها. عندي كاستين كبار من الطحين مع رشة خفيفة من الملح. بنخل الطحين، وعندي نص كاس كبير من الحليب البودر، نفس الكاس اللي عيرت فيه للطحين، وملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر. بخلط المكونات أول مع بعض وبضيف المي. بدي ألم الطحين مع المي أول. هاي العجينة رح تكون لينة نوعا ما. بنزيد المي على العجينة عشان تكون لينة. جدا طيبة تبارك الرحمن، ما شاء الله، جربوها. نعملها على الفطور، على العشاء. بعد ما لميت الطحين بالمي، هلأ بضيف ربع فنجان صغير من الزيت النباتي، وبلم العجين لم بهاي الطريقة. رح تكون عندي لينة. هلأ رح أفردها، وعندي زعتر أخضر جدا طيبة مع الزعتر الأخضر، ما شاء الله تبارك الرحمن. مقدار فنجان كبير من الزعتر الأخضر بضيفه على العجينة، وبلم العجينة على الزعتر بهاي الطريقة. وراح أضيف قليل من الزيت النباتي، لأني راح أخليها ترتاح ساعة. بوزع الزيت وراح أغطيها وأخليها ترتاح ساعة. بعد ما ارتاحت ساعة طبعا، هلأ راح أفردها بالصينية. بضيف قليل من الزيت النباتي وبوزع الزيت بالصينية. وهلأ راح أفرد العجينة بالزيت الزيتون. بهاي الطريقة بنفرد العجينة. وبعد ما نفردها راح أشكل العجينة. بنشكلها بالطريقة اللي بتناسبنا، يعني مو ضروري بنفس الطريقة. بشكلها بهاي الطريقة لأني راح أضيف عليها على العجينة جبنة نابلسية. الجبنة النابلسية مع الزعتر الأخضر مع العجينة جدا طيبة تبارك الرحمن. طبعا أنا محلية الجبنة النابلسية وهارستها بهاي الطريقة. هلا بضيف الجبنة وبضغط على الجبنة شوي عشان تمسك مع العجينة. وعندي بندورة كرزية، بزين العجينة بالبندورة الكرزية. هاي اختياري، أنا حبيت أضيف البندورة الكرزية. وراح أرجع أخليها ترتاح ربع ساعة. العجينة بغطيها وبخليها ترتاح ربع ساعة. ولازم يكون عندنا الفرن حامي مسبقا على درجة 180. وبعد ما تستوي عندي طبعا راح أضيفها تحت الشواي تتحمر. بعد ما ترتاح ربع ساعة طبعا العجينة غطيتها بخليها ترتاح. بعد ما شويتها راح أضيف عليها زبدة، تعطي نكهة جدا طيبة ولمعة للعجينة. ما شاء الله تبارك الرحمن، جربوها، أكيد رح تحبوها لأنها فعلا طيبة. اعملوها على الفطور، على العشاء. تبارك الرحمن، اسفنجية وبالعافية علينا وعليكم، وصحتين وعافية.